3 أخطاء العرب بيعملوها أول مرة يسافروا، وأنا وقعت فيهم كلهم. رقم 3 مش هيبهرك ولا حاجة، أنا مش هعمل فيك كده. الأول، تحجز طيران رخيص من غير ما تاخد بالك من بقية التكلفة. يا إما الطيران بيوصل لمطار غير المطار الرئيسي فهتركب مواصلات أغلى من تمن الطيارة، أو بيوصل في وقت غير مناسب فمش هتلاقي مواصلات في الوقت اللي بيوصل فيه الطيارة فهتضطر تركب تاكسي، أو تكون أصلا البلد غالية وانت ما حسبتش غير إن التذكرة رخيصة. التاني، إيه يا عم حيلك كفاية عليك كده. التاني، تاخد معاك شنط كتير فيها حاجات انت مش محتاجها، وده هيخلي عليك تكلفة كبيرة، وممكن اصلا المكان اللي انت رايحه زي اي مدينة في اوروبا في سلالم كتير او الشوارع مش ممهدة هتغلبك الشنطة معاك، او رايح اكتر من مدينة فهتاخد الشنط دي هتلف بيها وهتتبهدل. قول لهم انت التالت دولة توصل وما يكونش عندك نت، فلا تعرف هتروح فين ولا تيجي منين ولا تعرف تتصرف. فالاحسن ان انت تعرف نظام البلد ايه، وقبل ما تروح تعمل سيرش وتعرف الاحسن تجيب اي سيم ولا تجيب سيم كارد من البلد، وكده كده هات اي سيم اقل باقة احتياطي. اعمل فولو عشان لسه في اخطاء اصعب من كده بكتير جاية.